هاي، كيفكم؟ طولت عليكم الغيبة لكن جيتكم بالغنايم. سنة 22 كانت بالنسبة لي واحدة من أحلى السنين اللي مرت علي، الحمد لله رب العالمين. 22 جاتني هدية من ربنا، تعرفت على لايف كوتش غير حياتي، غير كل حتة 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 حتة، طلع أحسن فيرجن من وفاء. وحبيت أشارككم التجربة دي عشان 23 ممكن تكون دي هديتكم. أهلين دكتور خالد. اهلا وسهلا، كيفك؟ تمام، ان شاء الله طيبه. الله يسعدك. دكتور خالد رغدان، تايكوثيرابيست ولايف كوتش. اول حاجه انا عايزه اقول لك، سايكوثيرابيست ولايف كوتش الفرق شنو؟ اي زول يفتكر سايكوثيرابيست يفتكرنا، ايوه. ولايف كوتش يفتكر انه انت بتقول كلام من اللا لا لاند، ناس حتغنوا، اصحوا حتغنوا، نوموا حتغنوا. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله. أيوة. بالنسبه للسايكوثيرابيست، هو تخصص اكاديمي، اللي هو معالج نفسي، ومعروف انه في الدنيا كلها الفريق النفسي فيه سايكوثيرابيست وفيه سايكاتريست وفيه سوشيال وركر. أيوة. فده فريق نفسي. نحن ما بنتعامل اول شيء مع مجانين نهائي اللهم الا في المصحات، لكن نحن في الغالب بنتعامل مع الناس اللي هم عندهم مبادئ حقت اكتئاب، عندهم اكتئاب متوسط، او عندهم بعض الضغوط حقت الحياه او غيرها. نوريهم كيف يقدر يتعامل مع الحاجات دي. ده السايكوثيرابيست. اوكي. اما اللايف كوتش، ده تخصص جديد خالص. هو ظهر مؤخرا، يجمع ما بين علم النفس وعلم الاداره مع سوا، خلطون في خلاط واحد. علم الاداره زمان كان علم جاف. اوكي. اي، فلما ادخل معاه مفهوم علم النفس، بحيث انه يطلعوا علم الاداره من العلم حق القوالب الجاهزه. حتى في التخطيط يعني تلقى زمانك يحطوا لك قوالب جاهزه، يجي زول المفروض يتخذ القوالب دي. فجاء اللايف كوتش انه نحن بدل نضع قوالب، لا، نخلي الزول يطلع افضل ما عنده. يعني نحن في النهايه في اللايف كوتش ما بنملي للزول حاجه، بالعكس نخليه هو يطلع الحاجات اللي عنده، نساعده. يعني نلعب في الدور حق اللايف كوتش فاسيليتيتر فقط. انا قاعده اقول لهم موضوع اللايف كوتش، لما زول يقول لي يعني وانا متابعه معاك انه لايف كوتش بيعمل شنو، بقول لهم بيرتب الورق. انا بحس انه دي اسهل جمله. بقول لهم انت حاسس انه ورقك جايط، هو بيرتب الورق. اذا كان شنو ما كان المجال اللي انت مفروض يعني جايط فيه، الناس فاكره انه مثلا بس المجال النفسي معناه لايف كوتش. لا، اي هو مجال المجال كان صحيح. بالضبط. ما هو ده الحلو، يعني هو ده المختلف انا بالنسبه لي عن السايكوثيرابيست، او الاريح ذاته في التعامل. طيب، انا اللي عايزه اتكلم معاك في موضوع التخطيط. بما انه الدنيا سنه جديده، الناس قاعده كده حماس وبتخط في خطط جديده وبتخط في خطط حلوه. عايزين نعرف التخطيط اصلا المفروض يكون فيها جوانب. تمام. الجوانب حق التخطيط، طبعا اول شيء هنا كمقدمه بسيطه ليش نخطط. التخطيط هو اي انسان، يعني من لا يخطط فهو يخطط للفشل. عندما التخطيط نفسه صح. هو تخطيط. والناس في الغالب اللي يفشلوا نفسيا ويفشلوا ماديا هم سوء تخطيط او سوء اداره. ففكره التخطيط هي انك انت كيف تخطط في جوانب سموها عجله الحياه، اللي هي جوانب الحياه الثمانيه. بنضع فيها خطه بحيث انه نحن تكون التخطيط يوفر لنا معايير انه انا وين وعايز اصل وين. اوكي. التخطيط اجمل ما فيه يجاوب لنا على 3 اسئله: من انا؟ ماذا اريد؟ كيف اصل الى ما اريد؟ ده اوكي. كل مفهوم التخطيط. صح. لانه احيانا كثير من الناس يشوفوا لي مثلا زول فتح الحاجه الفلانيه، هو عايز يعمل حاجه فلانيه، زول عمل حاجه. فبالتالي الحوسه دي التخطيط يظبطها. تعرف نفسك، تعرف ذاتك، فبالتالي حتعرف مهاراتك، حتعرف هواياتك، حتعرف كل الجوانب حقت الحياه الثمانيه. بعد ذاك ماذا اريد؟ ده دورك انت. نحن بنحاول نطلع منك انت منو وعايز شنو. اوكي. كيف اصل الى ما اريد؟ ده دورنا نحن نوصلك للحته اللي انت عايز تصل لها. نرتب لك خطوه خطوه. بالضبط. طب هم شنو الجوانب؟ يعني طيب. هل هو مثلا واحد شغال فدار يتطور في شغله بس، فركز السنه كلها على شغله بس، ولا واحد صحته تعبان وركز على صحته بس، ولا شنو هم؟ ممتاز. الجوانب هي يسموها جوانب علماء الاداره مع العلماء نفس سموها جوانب الحياه الثمانيه، بحيث انه يعني حتى بعض العلماء سموها عجله الحياه. اوكي. يعني كانه الجوانب الثمانيه تمثل لنا عجله الحياه. اذا بقت الجوانب الحياه متزنه، ليه نحن قاعد نقول جوانب الحياه الثمانيه؟ عشان يحصل توازن. هسه لما نجي نسرد الجوانب الثمانيه، لاحظوا اي جانب فيه خلل حيحصل خلل في حته معينه. الجوانب الثمانيه هي كالاتي: الجانب الاول الجانب المادي، اوكي. الجانب الثاني الجانب الروحي، الجانب الثالث الجانب الصحي، اوكي. الجانب الرابع الجانب العلمي والجانب العملي والجانب الاجتماعي والجانب الشخصي اوكي. والجانب المهني. مهم. ديل يعتبروا 8 جوانب الحياة. فلو زول، يعني لاحظوا الآن، لو في زول ناجح ماديا لكن علميا فاشل، قد يكون في نجاح مادي، رجل عنده مال لكن صحته مدمرة، علاقته مع أسرته مدمرة، علاقته مع فإذا
المال وحده ما يكفي. طيب المال والصحة ما بتكفي، المال والعائلة فقط ما بتكفي. يعني لاحظي دي جوانب الحياة الثمانية، لو نقص أي جانب بيشوه باقي الجوانب. في نفس الوقت الجوانب دي يعني الهدف فيها حقي مختلف عن حقك، مختلف عن فلان، ففي أي واحد عنده نفس الجوانب اللهم باختلاف شكل حياته، صح؟ بالضبط. عشان كده نحن يعني في الكوتشنج بنقول شنو، انت لما تخطط ليه يعني الناس في الغالب بتفشل في خططها، لانه ما بيخططوا تخطيط يلامس زي ما يقولوا روحهم، ما بيخططوا تخطيط يتناسب مع شخصيتهم، لايق عليهم. يعني ليه قالب معين حق تخطيط. عشان كده هو يسموه تخطيط استراتيجي شخصي، معناتها كل زول عنده حاجاته وعنده تفاصيله تختلف من الزول الثاني، فما ينفع انه نحن في التخطيط تيجي نخطط لغيرنا، لازم كل زول يخطط لنفسه. اوكي. فبالتالي دي خطه تتناسب مع ذاتك. يعني انا قد يكون خطتي في الجانب الصحي تختلف عن خطتك انت. يعني حتى لما انا مثلا اجيك كلايف كوتش، بتسمع مني انه انا منو، تاخد باك جراوند عندي انا، بالضبط فعشان تقدر تاخد لي خطه بتناسبني انا. بالضبط. اوكي. طيب الحاجه اللي انا دايما بسالها، يعني مثلا لما انت تقول لي جانب مادي، او نبدا بالجانب الصحي، طبعا ده الناس دارين نخسوا ده دارين نخسوا اول اسبوعين، وبعد كده اخر الشهر الدنيا بتضرب. يلا مثلا نخطط للجانب الصحي، كيف هعمل شنو؟ ممتاز. الجانب الصحي نحن عندنا يشمل جانبين، الصحه الجسديه والصحه النفسيه. طيب في الصحة الجسدية هي إنه أنا كيف أخطط إنه أنا أعيش باقي حياتي على أتم الصحة. يعني بعض الناس يسعى للمادة لكن يكون مدمر، جاو سكري، جاو ضغط، جاو كده، أنه متنشن مع المال أو متنشن مع الجانب العلمي أو الجانب الأكاديمي أو عايز يصل لحتات معينة، فدي كلها بتعمل لنا خلل في الجانب الصحي. في الجانب الصحي نحن بنخطط إنه زول، يعني زي ما ذكرت أنت مثلا جانب التخصيص، لو زول قادر يخطط صح بيعرف انه والله حتى في التخصيص انت عندك برنامج ما يتناسب مع برنامجي انا. الان احدث الوسائل حقت التخصيص هي التخصيص على حسب فصيله الدم، يعني شوفي كل فصيله دم عندها نوع اطعمه تتناسب معاه، فبالتالي ممكن زول يكون قاعد ما قاعد ياكل كل حاجه لكن وزنه ماشي في زياده لانه قاعد ياكل اشياء ما تتناسب مع فصيله الدم حقته. حقيقي لازم واحد مختص يوريك انت لايق عليك شنو بالضبط، شنو حاجه ورقه زول تمشي تعملها. ده اللي يحصل في التخطيط العشوائي في الغالب. عشان كده معظم الناس اللي يفشلوا في التخطيط هم اما ما عارفين يخططوا كيف او ما عندهم شخص يوجههم انه كيف يخططوا بشكل صح. الاهم من التخطيط للجانب الصحي، الصحه العضويه، الجانب النفسي. لانه في السابق كان يتكلموا بعض علماء النفس يقولوا بعض الامراض العضويه ذات منشأ نفسي اللي هي سموها سايكوسوماتيك، الامراض النفس جسميه، زي السكري، زي القولون، زي القرحه، زي الضغط، دي كلها قاعد يسموها امراض عضويه ذات منشأ نفسي. صح. لكن الان في اخر ابحاث في الطب يتكلموا على انه كل الامراض العضويه بلا استثناء ذات منشأ نفسي. طيب اذا حافظنا اذا على الصحه النفسيه، وعشان كده منظمه الصحه العالميه، يعني دي حاجه خطيره مرعبه عديل. بالضبط، منظمه الصحه العالميه عرفت الحاجه دي، افردوا يوم كامل سموه الصحه النفسيه. افردوا يوم للصحه النفسيه يحتفلوا به كل سنه لاهميه الصحه النفسيه. يعني زول لو قدر يحافظ لنا على الصحه النفسيه جيده، ده قطع الشك حيقدر يصل لاهدافه الباقيه كلها بايسر وافضل الاحتمالات. زمانك لما كنت بدرس سايكولوجي كان دكتورنا بتاع الفسيولوجي الله يذكره بالخير دكتور عبد الحليم كان بيقول لنا عليه الصلاه والسلام لما نستعاذ من الغضب كان بيورينا في فيديوز انه شكل المعده بيحصل فيها شنو لما البني ادم يغضب، افرازات المعده بتتغير كيف، الافرازات دي هتمشي في كل جسمك هتعمل امراض شنو. انا نفسي لما ركزت مع موضوع الاسترس لقيت المشاكل الهضميه قاعده تقل، المشاكل بتاعت بطنك، قولونك، مسترس، متوتر. فبجد موضوع ان انت نفسيا يجيك مرض جسمي ده انا غايته من الناس المقتنعه به جدا. طيب ده الجانب الصحي، ده من الجوانب الصراحه. الصحي عموما ما جانب الناس قاعده تخطط فيه كثير وبالذات الصحه النفسيه، لكن الناس دايما بتمشي للجانب المادي. ده اكثر حاجه الناس بتكون، انا بحس انه ما بكون في تارجت، يعني انا مرات بحس انه ما بكون في تارجت، هو في سعي لكن ما في تارجت. ايوه نعم. عارفه من الان هسه حاليا شايف الفتره الاخيره من الحاجات اللي يتكلم عنها الناس الثراء، هدفي اصل الثراء. بالمناسبه الثراء كلمه فضفاضه وواسعه جدا وفيها تريك الناس ما واعي له. زي عارفه شخص تقول له هدفك شنو في الحياه يقول لك انا اكون ناجح. طيب ناجح دي يعني شنو ناجح؟ يعني النجاح ده في نجاح في الجانب المادي، في نجاح في الجانب الصحي، في نجاح في الجانب الاجتماعي. زول يعني عنده خدمه للمجتمع كبير نسميه ناجح مجتمعيا، صح. لكن ممكن يكون فاشل اكاديميا، ممكن يكون فاشل ماديا.
فبالتالي لو زول قال لي انا هدفي انا اكون ناجح، اقول له عين. عشان كده اقول لك من صفات الهدف الجيد انه يمكن قياسه. ايوه. يعني نحن نقدر نقيسه. طيب فنفس الفكره الان في الجانب المادي، لما الزول يقول لك انا احلم بالثراء او اخطط للثراء او اطمح للثراء، طيب الثراء ده نفسه برضه كده قيسه لنا. ايوه. ونحن دائما اللاواعي يعرف لغه الارقام. اذا انت عايز تصل للثراء، تمام، الثراء هو معروف. طيب اذا عايز تصل له الثراء يعني شنو؟ هو انك تصل مرحله تحقق فيها حريه ماليه. طيب عشان تصل مرحله تحقق فيها حريه ماليه ده اخر محطه. فبالتالي انا المفروض في التخطيط ما عاين لاخر محطه، لا انا ابدا اهداف صغيره توصل للهدف النهائي. الثراء ده الهدف النهائي. مبدئيا المفروض انا اخطط مثلا انه انا مع نهايه العام 2013 من المفترض انا رصيدي 13 رجعت سوري 13 2023 13 ايوه 2023 مثلا في الجانب المادي اخطط انه انا مع نهايه العام 2023 مفترض يكون رقم. ده التخطيط. التخطيط هو هدف يمكن ان نقيسه. ما انت جاي الناس بتتغاظ ليه لما نزول يقول لك طاقه وثراء عشان هو بيكون الكلام بالضبط. حاجزه كيف؟ حاجه واسعه. المعيار حاجز به شنو؟ انا يعني لانه شوفي الثراء نفسه هو عمليه تراكميه. تلقى زول يسمع عن الثراء ويقرا عن الثراء، يصل مرحله في تراكم حاصل لحد ما يصل مرحله كده يقول لك الزول ده والله فجاه بين يوم وليله بقى ثري. ابدا، الزول ده يكون شغال على نفسه فترات طويله شديد لحد ما وصل للمرحله اللي هو حصل فيها البومي. طيب نرجع لرقم، هنخط رقم في السنه. ايوه. الرقم ده سؤال جدا مهم. الرقم بيعتمد على وضعي الحسي، يعني اجيب ورقه وقلم اقول انا بدخل في اليوم كذا 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 معناها داير اخد في اخر السنه كذا، ولا الرقم ده ممكن يبقى اوسع من وضعي الحسي الواقعي؟ ممتاز. احنا لو قعدت نتكلم على مستوى التخطيط قصير المدى اللي هو مده سنة واحده، من المفترض ينطلق من الواقع. لكن لو عايز نتكلم عن تخطيط استراتيجي اللي هو هدف استراتيجي مدة 5 سنوات، مفترض ينطلق من المستقبل. وهنا برضو خلينا نتكلم ندخل من ناحية نفسية شوية. أوكي. الشخص السينسر اللي هو شخص نشر له بإس، ده شخص يؤمن بإدخال البيانات من العالم الخارجي عن طريق الحواس الخمسة. ده نقول له ده الناس يقول لك مدري لك قدر لحافك، ده الناس الواقعيين شديد، خليك واقعي. ده نقول له خذ أهداف صغيرة عشان ما تحبط، دي تتناسب مع شخصيته. بحس ده محبطين اكثر من هم كده. يعني هو ده واقعي ومنطقي، خليك واقعي وخليك منطقي. ده دارين اهداف واقعيه. لما تقول لي انت الان مثلا لو هو دخله حاليا في السنه مثلا يساوي في مجموع السنه مليار، نقول له لا نحن خذ انت مثلا مليار و100 مليار و200. اوكي. بتلقى له يعني حتى موضوع الرقم ده بيعتمد على الشخص على نفسه. الشخصيه. هل هو شخصيه حسيه ولا شخصيه تخيليه؟ أوكي. الشخصيه التخيليه اذا اخذت اهداف صغيره يمل. الشخصيه الحسيه لو اخذت اهداف عاليه يحبط. فبالتالي التخطيط مفترض يقوم وفقا لتحليل الشخصيه. انت نمطك شنو عشان تضع اهداف تتوافق مع نمطك. وهنا يدخل اهميه اللايف كوتش، انه يرتب لك حياتك، انه ويعرف نمطك ذاته بالضبط. اصلا انت نمطك خذ اهداف صغيره تتناسب مع شخصيتك. الزول الان اللي هو انتويتيف شخصيه تخيليه، ده نقول له خذ اهداف عملاقه كبيره. صح. ده حيكون شغال. لو اخذت اهداف صغيره من اول شهر حيكون حققها، باقي السنه حيكون قاعد ساكت، حيكون مله. فبالتالي نقول له خذ اهداف كبيره شديد. فانت حتكون طاقته الشخصيه الان عندها طاقه عاليه جدا، وعنده مستوى حق علاقات، وعنده تفكير خارج الصندوق، ده بيقدر يصل لاهدافه بسهوله. وفي الغالب لو جيتوا لاحظتوا الناس اقرانا، بنلقى انه الناس التخيليين وصولهم لاهدافهم سريع جدا. شوف اقرانا دائما الناس اللي كانوا يفكروا والخيال عندهم واسع بيصلوا لاهدافهم اكثر. يعني انا ممكن اقول للناس اسهل بشنو، يعني تخيليين ديل التانيين اللي هم المزنقينها الورقه وقلم. كيف يعني اشتري عربيه والعربيات حسي سعرها كم والبلد او اول ما تلقى زول لغته كده، ديل اللي واقعيين شديد، الحسيين شديد. الناس اللي بيكونوا بيتكلموا عن حاجات كبيره وعن البلد الفلانيه حصل فيها كده وعن الناس الفلانيين عملوا كده والمشروع الفلاني، ديل اكثر تخيليين. بالضبط. يتكلم عن مشاريع يعني تيجي زي ده. عشان كده ده نقول له دائما لما تعمل مشاريع عملاقه ما تناقشها مع زول واقع منطقي، لانه حيحبطك. البلد ماشي لورا ودي بلد يخطوا فيها مشاريع. يلا الونسه دي سيئه شديد. بالضبط. سيئه جدا، لانه بجد بتحسسك انك حتى لو انت عامل كويس فجاه بتحس انه انت ما عامل كويس. في فتره انا كنت بقول لك عايزه اسيب السودان،
انا ما عندي ولا حاجه من المشاكل اللي كان بيتكلموا عنها، لكن من كتر ما سمعتها وسمحت لنفسي ان انا اسمعها، بقيت حاسه انه هي انا عندي وهو انا ما عندي. لكن بس بقيت حاسه انه انا اتقمصت الشخصيه زي ما بقولوا. وعي جمعي، دخلت في الوعي الجمعي اللي هو كل يسب ويلعن ظروف البلد وحال البلد. بالمناسبة حتى علماء النفس يقولوا المناطق أو البلاد اللي فيها أزمات طاقة الثراء فيها أعلى بكثير من المناطق المستقرة. مشاكل كتير ولا لا؟ أيوة، أنت الآن لو مشيت لبلاد مستقرة زي الخليج زي الغرب بشكل عام، بتلقى لو عاوز تعمل لك مشروع يقول لك الأرباح تتراوح من 6% ل 12% كحد أعلى. هنا في السودان في مشاريع الدخل حقها الفوائد الأرباح حقتها 300%، ودي في البلاد المستقرة مستحيلة. في البلاد النامية والبلاد اللي فيها حروب فيها مشاكل طاقة الثراء عالية جدا فيها، والفرص عالية فيها جدا. كل ما تلاقي مشكلة حتقدر تلاقي حل، حتقدر تبيع الحل، حتقدر تلاقي فكرة، حتقدر تبيع الفكرة، فانت بتقدر تدخل بمصادر اكتر بكتير من البلاد المستقرة. بالضبط، والمنافس ما في. انت البلاد اللي فيها استقرار بتكون فيها شركات قابضة، شركات عملاقة جدا عندها فروع، ما حتقدر تنافس. البلاد النامية واللي فيها مشاكل وحروب، هسه يعني لاحظ الفترة الأخيرة معظم الشركات الكبيرة غادرت البلد، مشوا سوريا، مشوا بلاد تانية، لأنه رأس المال جوان. طيب عشان كده مش يقول لك البلد اللي ما فيها تمساح يقدر فيها الورل، نحن نقول نحن الورل ذات، لانك انت في فتره اللي هو تختفي فيها الشركات الكبيره، دي فرصه عاليه جدا لانك انت تشتغل. شركات المقاولات الضخمه جدا مشوا سوريا، شركات الاغذيه شركات مشت الخليج، في ناس مشوا مشوا مصر، في ناس مشوا تركيا. فبالتالي الاموال الشركات القابضه غادرت، دي فرصه لرؤوس الاموال الصغيره والناس اللي ما عندهم رؤوس اموال اصلا الان يقدروا ينطلقوا. طيب حيقوموا يقولوا لنا انتوا بتتكلموا عن الناس اللي عندهم راس مال والناس اللي عندهم قروش والناس اللي بتشتغل راتب والناس اللي بتشتغل يوم كمان، عندهم خطه ولا لا؟ ممتاز. انا اول شيء نقول الوظيفه اذا كانت الزول يخطط لانه يكون موظف باقي حياته، فهو حرفيا قاعد يخطط لعبوديه. الفرق يعني الوظيفه يسموها بعض علماء الإدارة عبودية القرن العشرين. الفرق زمان يقولوا كان الشخص لا يسافر إلا بإذن سيده، ما يعمل حاجة إلا بإذن سيده، ما يقترح إلا بإذن سيده، كان يسموه عبد. صح. حاليا الموظف ما يقدر يسافر إلا بصاحب العمل، ما يقدر يعمل حاجة، ما يقدر يقترح إلا بإذن، يسموه موظف. فبالتالي يسموها عبودية القرن الواحد وعشرين أو القرن العشرين. نحن نقول الوظيفة ما كعبة في بداية، عشان أنت كخريج يا دوب ال5 سنة الأولى اشتغل وداقش في الوظيفة، لكن خطط إنه تعمل. وأنا أنصح هنا الناس تقرأ الكتاب بتاع الأب الغني والأب الفقير، لأنه يلخص لك إنه عقلية الموظف تظل عقلية فقيرة، والفقر والغنى هو عبارة عن عقلية. فأنت إذا تخطط إنك تكون موظف باقي حياتك دي كارثة. لابد أنت تكون الوظيفة لفترة معينة أقدر أكتسب فيها، أخش فيها السوق، أقدر أفهم وأنت فيها. جواها أساسا تكون كده بتلقط خبرة، ده مجال، دي معلومات، دي قرايه، دي علاقات، دي هي اللي بتيجي في النهايه لما تقول يا بزنس، بتلقى لك يعني رجل ثابته توقفك في البلد. ايوه. وانت اذا بديت وانت صغير، بديت التجاره، بديت الاستثمار وانت صغير، ممكن تقع وتقوم، ودي كلها تكون خبرات وتجارب. عشان كده اديسون لما قال له انت فشلت في انك تنتج تيار كهربائي كامل اكثر من 1000 مره، قال لا ابدا انا ما فشلت. قال لا يوجد فشل، ولكن توجد تجارب وخبرات. قال لهم حتى الفرص اللي انا فشلت فيها حيجي يوم تدرس في الجامعات. والان فعلا الناس اللي يقروا كهرباء يدرسوا اللي هي الامكانيات اللي هو عملها وما نجح فيها، يدرسوها عشان ما يجي طالب يقول والله يا اخي انا ممكن اوصل دائره كهربائيه بطريقه، يقول لا كان غيرك اشتغل قبل كده عملها ادرس وما نجحت معه. فبالتالي حتى اللي ما نجح بدا يدرس. فانت مفترض تحاول، وعلى الاقل لو ما نجحت في المره دي عندك اجر المحاوله حتنجح في المره الجايه. لكن الناس سريعي الاحباط وعايزين دائما في خوف، لانه حتى الوعي الجمعي هنا في العالم العربي قائم على التخويف. السوق خطر اذا مشيت وحتفقد راس مالك، السوق داير راس مال. في واحد يعني من الغرب راهن انه انا داري اوري الشباب، قال لهم انا في اراهن في 3 شهور حاقدر اعمل $1,000,000 من لا شيء. فعلا الزول ده مشى وحددوا له مدينه معينه، مشى قال طيب انا لا ما عندي راس مال، فقال بدا يمشي يدور في الكوش يشوف السكراب بتاع اللساتك حقت العربات. يدور فيها لقى لساتك تعبانه، عرضها بشكل معين، جابت له في اليوم الاول $5، اليوم الثاني بدا $15، بعد ذاك باع اشترى حاجه ثانيه. المهم الشاهد في الموضوع
فتح له مطعم، وسع في المطعم، جاب ناس. لما عمل 3 شهور كان يمتلك راس مطعم يقدر قيمته السوقية ب 750 ألف دولار، ما وصل للمليون دولار، لكن وصل ل 750 ألف دولار من لا شيء. من لا شيء. فاللي يراهن أو اللي يتكلم على إنه والله يا أخي السوق عايز راس مال، هو بعيد كل البعد عن الوعي المالي. عشان كده احنا في الكوتشنج بندرس حاجة اسمها الوعي المالي، إنك كيف تقدر الآن. يعني زمان قد يكون كان صعب انك انت افترض تحتاج راس مال، حاليا مع الميديا ومع الشيء المنتشر ده تستطيع انك انت تعمل قروش من غير اي راس مال، تكون مرشد محلي لجوجل ماب، يعني لو بدنا نطرح الان المشاريع اللي انت ممكن تبدا فيها من غير راس مال. انا قلت لك الناس اللي في الجامعات بيجوا مثلا السناير يدرسوا يدرسوا الطلاب اللي اصغر منهم اللي هم اصلا بيكونوا شاطرين في الماده، بيجوا يدرسوهم كاستاذ، بياخدوا فيها فلوس بسيطه، لكن في النهايه ده واحد فكر، ده واحد طلع من الموضوع بتاع انه هو عامل كده. طب احنا اخذنا الجانب الصحي واخذنا الجانب المادي، عايزين نتكلم عن الجانب المهني للناس اللي حاليا هم في وظائف او في بيزنس عنده كارير، يعني عنده زي انا مثلا ميك اب، دي حرفه لكن ما حاجه علميه، لكن في الحلقه الاخيره برضه عندها تطور. ممتاز. هو انت حتى الجانب المهني لو انت جانبك ده حابيه ويمثل لك شغف ويوميا قاعد تقرا فيه وتطلع نص ساعه في اليوم، يقول لك اي مجال انت شغال فيه لو تقرا فيه عنه نص ساعه في اليوم بعد 5 سنين تصنف في المجال ده عالم. نحن مشكلتنا حتى المهن نمتهم مهن معينه ونواصل فيها بنفس الامكانيات بنفس القدرات. يقول لك دائما انت الناس 200 يحتاجوا لك، اذا كان عندك زي ما يقولوا خبره ما موجود عند الناس. فانت بدل تكون شخص تقليدي على قول بعض علماء الاداره السيد عادي، يعني قصه السيد عادي انا من القصص استهواني جدا، انه السيد عادي شخص ولد عادي وتربى عادي ونشا عادي ومات عادي ودفن عادي وكتبوا لوحه هنا يرغد السيد عادي. فليه انت تخش في الدائره حق السيد عادي؟ ما تكون سيد متميز، يعني حتى مجالك ده يا اخي تميز فيه، اضيف فيه لمسات خاصه بك انت، اقرب فيه وطور فيه. بعد شويه حتصل مرحله تقدم فيه استشارات. يعني انت في بعض الناس فتح له محل، خلاص المحل ده يقبل زي الدكان زمان الفكره حقت الكناتين، ما في اي تطوير. صاحب الدكان يمشي يجيب من الدكان الاجمالي بضاعه يرصها في الرف يقعد يستنى. لا، العالم اتطور الان، يقول لك من لم يتقدم يتقادم. التطور بقى حاجه ملحه، والايقاع حق الحياه بقى ايقاع سريع جدا، ما بيتحمل انه تلقى الان طبيب. الان اقول له مثلا امسكه في السودان، عدد الاطباء كم؟ عدد مهول جدا. كلية الطب تخرج في السنه اكثر من 5000 طبيب، ليدري انه حاليا اسال اي طبيب عشان يأدوا الامتياز يأدوه بعد سنه من ما يتخرجوا. طيب كم عدد الاطباء المميزين ان نقدر نعد؟ ما يتعدوا حتى على ليه. طيب ده حب مجاله واشتغل فيه وطور فيه وعمل فيه ورقات علميه ومشى، والتطور ذاته بقى اسهل، يعني انك تقرا في الحاجه بقى سهل شديد. طيب من الحاجات اللي احنا قلنا محبطه كان انه انت ما بتكون عارف نفسك، انت نمطك شنو او طريقتك اللي انت المفروض تاخد تبعها بلان شنو. قلنا دي بيساعدك فيها اللايف كوتش. طيب العادات عموما ما انت شايف انها لها دور في انه مثلا، يعني انا بكون بحبط عشان انا ما بوصل التارجت الفلاني، لكن انا ما بغير حاجه في عاداتي، يعني عاداتي اللي انا اصلا بتبوظ التارجت ما شاء الله انا عايش فيها، لكن انا برضو داير اغير. صحيح. معظم الناس ينشد التغيير وهو متمسك بعادات. عشان كده احنا نقول اي انسان عايز يتطور في الحياه اول حاجه يراجع العادات. في حاجه يسموها عاده جوهريه، اذا غيرت كل العادات وفقا لتغيير. يعني واحد كان يتكلم انه انا يعني قد ما احاول افشل قد ما احاول افشل، فمشى لكوتش بدا يساله فلقى انه عنده عاده جوهريه هي المؤخره وشديده، اللي هي الاستيقاظ من النوم متاخر، يقوم من النوم الساعه 12، يكون الخير والشر في هذا الاثنين. فقال له عين انت عندك عاده جوهريه لو ظبطتها كل الامور تظبط. الباقي اللي وراه بتظبط. الاستيقاظ مبكرا. وبالمناسبه الكتاب بتاع نابليون هيل فكر تزهر قال لقى العاده المشتركه بين كل الاثرياء انهم يستيقظون مبكرا. وفي الحديث حديث ابن عباس يعني يتكلم على ان بورك لامتي في بكورها وان الارزاق توزع في البكور. قال حتى كان يوقظ الاطفال الرضع يتوروا من النوم يقول لامم دي ساعه توزع فيها الرزق ما المفروض يكونوا نايمين. فبالتالي في عادات جوهريه لو نحن اشتغلنا عليها. انا عندي عاده حقت الكسل، اقوم انا ما اراهن اسئله. عشان كده مثلا بعض الدورات التدريبيه تلقى
هي متبعه المدرسه الامريكيه حاجه تكون قويا وحماس وينفخ الزول تطلع منها انت يطلع اسد، منها تخيل هو انك اسد بالضبط. تطلع منها عارفة؟ شايف اسد. ايوه، دي مدرسه موجوده في التدريب، المدرسه أيوة. الامريكيه اللي هي تغيير السلوك. المدرسه دي الفعاليه حقتها سريعه، عيوبها ان الانتكاسه فيها اسرع، اذا ما لقيت بيئه تدعم لك الحاجه دي، فتطلع انت منفوخ اسبوع اسبوعين ثلاثه. انا ما بحس انها بتناسب غايته يعني بلادنا، البلاد اللي فيها مشاكل كتير ممكن تحصل لك، ما بحس انه انت تتنفخ ساكت، ده يعني ما منطقي يعني بصراحه. ممتاز شديد. هي تنفع في بلاد مستقره، زول نفخته بعد شويه يلقى السوق واعده، يلقى فرص واعده. ايوه بالضبط. لكن مثلا في حتات زي كده تلقى الزول انت تستطيع وتفعل الكثير، وما اعرف لك اديسون فعل حاجه فلانيه وبيتعب مطعم كنتاكي، الظروف ما واحده، انت ما تقيس ده بيداك يعني. هنا المقاييس مفترض تكون ما بالشكل ده، فبالتالي يطلع يصطدم بواقع معين، الوعي الجمعي يصنفه انه واقع اليم، واقع مرير، فيحبط. فبالتالي انا بؤمن تماما بالمدرسه البريطانيه اللي هي تؤمن في مثلث، عندنا حاجه اسمها مثلث الحاله الانسانيه، افكار مشاعر سلوك. اي مثلث، المثلث ده اي ضلع لو غيرته كفيل بانه يغير الضلعين. المدرسه الامريكيه تؤمن انه غير السلوك لانه اسرع. السلوك. المدرسه البريطانيه يقول لا، غير الفكره، التطور فيها بطيء لكن راسخ، وزي ما يقولوا هاي فيه تطور بطيء لكن فيه رسوخ اكثر. ايوه، ما هو ما حينسى فجاه الفكره يعني، ما يخاف. ودي المدرسه الان اليابانيين تبنوا الفكره دي اللي هي يسموه الكايزن، التحسين المستمر. يوميا ابدا احسن جزء معين في حياتك. اذا عايز تخطط لنفسك بشكل صحيح، اطلع من الوعي الجمعي، اكسر الوعي الجمعي، لانه الوعي الجمعي فيه داتا مضره جدا جدا، انه البلد دي مدمره، البلد دي ماشيه لورا، البلد دي ما فيها تقدم، وده وعي جمعي خطير شديد. فاول خطوه اذا انت عايز تسلك الاتجاه الصح، اكسر الوعي الجمعي، ابني وعي خاص بك، وابدا بدل انا اشوف حتى في الوعي الجمعي ابيع منتج، ابيع خدمه، او ابيع فكره. يعني اما انه انا اشوف الناس محتاجين لي شنو، يعني زي ما يقولوا خدمه اقدمها لهم. يقولوا كل الاثرياء لو لاحظتوا بدوا يبحثوا عن احتياج للناس، ودي نوايا خارجيه. النوايا الخارجيه ميزتها شنو؟ انك انت تبحث عن احتياج للناس وتحل لهم، تبحث مشكله عند الناس تحلها لهم. بتاع ترحال شاب جميل جدا، محمد كان معانا في التخطيط الاستراتيجي، بدا اشتري له مشروع او اشتري له برنامج بتاع هنا امريكي، وجي طبق البرنامج ده في فتره بسيطه جدا. الان في سوق الخرطوم الاوراق الماليه يصنف من ما شاء الله البرامج الناجحه جدا، وغيرها من الخدمات. ابحث عن انت خدمه تقدمها للناس تحتاج انك تصبر فيها بشكل معين، او بيع فكره. دائما عشان تطور نفسك في التخطيط الاستراتيجي الشخصي، ابحث عن انك انت كيف تبيع فكره. انا في ناس عندها مشاكل في اتجاهات كثيره جدا جدا، ابحث لهم حل المشكله، اما عن انك تبيع لهم خدمه او تبيع لهم فكره وتطلع من الوعي الجمعي. اعتقد انه بالشكل ده تكون قدرت تخطط لنفسك. نحن يمكن نكون ما شملنا الجوانب كلها، لكن حتى اهم جانب نحن ممكن نكون المفروض نتناوله بشكل مبسط شديد، الجانب الاجتماعي اللي هو دورك اتجاه الناس. اي انسان ربنا اوجده في الحياه عنده رساله. انت رسالتك شنو في الحياه؟ رسالتك ممكن تكون انك تقدم للناس ابتسامه، رسالتك للناس انك توعيهم. واعتقد انه البرنامج ده جزء من الرسائل، يعني كونه واحده شغاله في مجال بعيد كل البعد عن الحاجه دي وتكون عندها رساله، ولو في الشهر حلقه واحده وانا سمع وفاه تقدم فيها ناس مختصين عشان ينفعوا الناس، دي رساله. انت ابحث رسالتك شنو في الحياه، شنو الحاجه تقدر تقدمها للناس. شكرا. ايوه، فان شاء الله تعالى اذا نحن بدينا نقدم رسائل للناس نقدر نصل لاهدافنا بكل يسر وسهوله. ده تلخيص اعتقد قد يكون مخل للتخطيط الاستراتيجي، لكن على الاقل هي اضاءات. ونحن كان وعدناكم بانه نعمل لكم الدوره دي، لكن اعتقد واجهتنا مشكله لوجستيه حقت ايجار قاعات. نحن لما فتحنا التسجيل كان اجرنا قاعه مساحتها 59 نفر، بعد ذاك اتفاجئنا انه التسجيل وصل 300. لكن نعدكم ان شاء الله تعالى انه نقدم لكم الحاجه دي ان شاء الله بشكل موسع اكثر تفيدكم. في الختام انا شاكر جدا لوفاء لاتاحه لنا الفرصه دي، ولكل الناس المستمعين، وان شاء الله نكون قدمنا لكم حاجه كده خفيفه وكنا خفيفين عليكم. شكرا لكم. في الختام حابه اشكرك دكتور خالد، ربنا يسعدك يا رب. عايزه اقول لكم انا استضفت دكتور خالد وغيره، وحستضيف لسه ناس كتير عشان بس افتح عيونكم ولو شويه على حاجات كتيره في الدنيا، وانتم بعد كده تشوفوا ناقصكم وتدوروا فيه بطريقتكم. شكرا شديد على المتابعه. باي باي. حنشوف
لما نركب رموش لو حسيت انه لسه ما كتير اتسحبت، حاخد من خط الرموش اقفل هنا شوية، لو حسيت انها اتسحبت خلاص.